وليه بتفضل قاعد على اللابتوب كده على طول؟ ما بتقعدش كده مثلا تنزل تلعب، تعمل حاجه، تلعب كوره، تتفرج على التلفزيون؟ انا ساعات بقعد على اللابتوب عشان اذاكر وكده، وساعات برضو بلعب. لاني اللي عرفته انك انت اكتشفوا موهبتك وانت عندك 3 سنين. ممكن تكلمني اكتشفوها ازاي؟ هو انا مرة وانا صغير، انت لو عليت صوتك على فكرة بالمناسبة انا هبقى مبسوط جدا. ومرة وانا صغير كنت بلعب قدام الأوضة، وبابا كان بيذاكر لأختي عبلة جدول 7. هو كان بيقوله لها مرتين، بعدين هي تقوله. بس فهي ما عرفتش تقوله، بس انا سمعته من المرتين اللي بابا قالهم فيهم وقلت انا الجدول 7 كامل من غير ولا غلطة. قلت جدول 7 بعد ما بابا كان بيحاول يحفظه لاختك مرتين وهي ما عرفتش. فانت قمت قايل الجدول وانت عندك 3 سنين ونص. طب هنا بقى عايزين ندخل الدكتور هاني الزهيري لانه الاستاذ عبقري. عملنا اختبار. الاستاذ مودي بقى خد كام؟ خد 155. كان في لجنه من المستشفى الاول عملته، وبعدين جبنا لجنه من كليه طب عين شمس الدكتور محمد الصاوي والدكتوره صحوه الداشين. عملنا الاختبار تاني واكدناه بنسبه برقم 155. وفي سيرتيفيكيت طبعا او شهاده الشهاده معتمده وشهاده عايز اقول معترف بيها دوليا. طبعا لانها من وزاره الصحه المصريه. يعني ما فيهاش اي نوع من المجامله ولا اي حاجه. طبيعي ان طفل في سن محمود يحصل على 155 في امتحان؟ لا غير طبيعي، لان نسبه العباقره على مستوى الخلق، مستوى اللي ربنا خلقه يعني في حدود من 2% ل 5%. طب ليه بنقول عليه ان هو اذكى طفل في العالم؟ هو لما يخش الموسوعه هيعد اذكى طفل. فاحنا لحد دلوقتي في 3025 3136 3249 3249 دي كام في كام؟ 57. كمل بقول 3364 3481. كل الكلام ده انكل معتاد عارفه؟ ده كلام فاضي اللي انت بتقوله ده، مش حاجه جديده على انكل معتاد. طبعا ده انا عارف، ده انا بفهم في كل حاجه. بص يا موجي، ده انا بشوف من نفسي خالص. انكل معتاد عارف جدول 100، انت ممكن تقوله له برضه في 10 ثواني. 100 في 100 و101 في 101. ها بسم الله الرحمن الرحيم. الاول 10,000 10,000 201 10,400 10,609 10,800. طب بص انكل معتاد عارف برضه الكلام ده بصراحه. يعني انكل معتاد ايه يا عم؟ طلعني من الموضوع كده، احنا عارفين كل الكلام ده. نبتدي بص بقى من الاخر عشان وقت البرنامج، وكان في شورت تايم كده اتشال مننا بتاع التوقف. احنا عايزين جدول مليون ومش هنرهقك تاني. اخر اسئله مش ممكن انكل هو بيرهق لما طبعا يجاوب كتير كده. لا وعشان حضرتك كمان كان عندهم يعني تعلموا انجليزي ما شاء الله. موجي اخر حاجه مش هنسالك تاني. عايزين عشان هو انا حاسس ان هو نعسان وانا مش عايز اقعده اكتر من كده. طب بص يا موجي، 1,051 في 1,051 او مليون، بلاش دي سهله شويه. مليون مثلا ايه؟ 1,055 في 1,055 بكام؟ مليون 110 مليون 155 مليون 110 مليون 21,000 24,000 25. بسم الله ما شاء الله. صح. بليون علي صوتك. بليون 155 تبقى 300 مليون. 300 كام؟ 310 310 مليون 24,000 25. بسم الله ما شاء الله. الله اكبر. ده حضرتك يا استاذ معتاد دول 13 رقم ما يطلعوش على الآلة الحاسبة العادية، دول يطلعوا بس على اللابتوب. عشان كده محمود كان جايب اللابتوب معاه، عشان لو استاذ معتاد قال احنا عايزين نتاكد من الموضوع ده، ما كانش في حل ان احنا نراجع على محمود غير ان احنا مثلا نشوف حاجه زي كده من اللابتوب. ما شاء الله. انا مبسوط جدا ان انا قاعد قدام هذا العبقري. اخواته عبله بس متعه والله كده. اخته الثانيه اسمها لبنى وعبله. دي رساله انت بتأديها انت، يعني بصراحه يعني نموذج مشرف. وانا عايز بقى يا مودي اشوفك تاني. ده احنا لازم نبقى اصحاب بقى. ده انا عايز امشي جنبك في الشارع كده اقول لهم انا صاحب
العبقري الصغير، ايه رايك تيجي مره ثانيه ونخرج مع بعض؟ نفسك تطلع تبقى ايه كده؟ ما اعرفش السؤال ده ممكن ينفع يتسال لك ولا لا. ينفع تطلع، عايز تطلع ايه؟ عالم في الحساب او عالم في الكمبيوتر. عالم في الحساب او عالم في الكمبيوتر. غير كده لا. محمود وائل العبقري المصري اللي حاصل على درجة 155 في امتحانات الذكاء العالمية، من أذكى أذكياء العالم. حدوتة مصرية قدمتها لكم النهاردة في 90 دقيقة. بشكرك جدا يا مودي، وبتمنى لك كل توفيق، وربنا كده يوفقك وتحصل على الدكتوراه وانت لسه ما كملتش 20 سنة. ده توقعي. ربنا يعني